بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وانتم بخير. النهاردة 1 رمضان. كل سنة وانتم طيبين جميعا. احنا في أبو سمبل. ارتفاع التمثال حوالي 20 متر. بص حضرتك، التماثيل دي كلها في المكان الأصلي كانت منحوتة في الجبل، والبراعة بقى هنا بتاعت النحات المصري القديم. بص الأشكال بتاعت التماثيل، الوجوه كلهم رمسيس الثاني. يعني أنا بحاول ألاقي أي اختلاف في الشبه، مش لاقي. يعني زي كأنه واحد كده طبع طباعة كده وعمل برينتد، لكن ده كله منحوت في الصخر. دي براعة المصري القديم. ارتفاع التمثال 20 متر، يمثلوا الملك رمسيس الثاني لابس التاجين، تاج مصر العليا والسفلى، والكبرى في مقدمة فوق الجبهة كده، اللي هي واجد، اللي هي الحامية والحارسة. طبعا هنا بالنسبة للملك، وهو طبعا باللحية المستعارة، لأنه المصريين القدماء ما كانوش لا يربوا شنب ولا دقن، لكن اللحى دي كانوا يتخذوها كقدسية. كانوا في الأعياد والمناسبات بيرتدوا لحية مستعارة، كذقن مستعار يعني. بالنسبة للراجل كده رمسيس الثاني، اسمه منقوش على أعلى الذراع، يعني ناحية الكتف كده. كله هتلاقي كله أسر معة رأس تبقى الرع. هنا التاني، الاسم التاني برضو الصارع والنيسوبيتي على الأكتاف. يعني دي اللي جات منها النشان أو بص حضرتك، يعني بالنسبة للقادة العسكريين بيبقى فيه نقاشين كده على الأكتاف. وطبعا هنا هي اللي جاية بالتدريج من الحضارة المصرية القديمة كموروث حضاري. طيب بالنسبة للتماثيل، التماثيل جالس على عرش البلاد، وحاطط اللي هو ايديه، كفتين ايديه على على القدم، على الفخذ يعني جالس وضعية الصلاة، لأنه كده في الجلسة دي شروق الشمس من ناحية من ناحية الشرق. احنا هنا في البر الغربي، زي كأنه بيتعبد إلى رع، يعني في حال الصلاة. والعين، بص العيون حضرتك فوق. احنا طبعا في الإرشاد السياحي بنشرح أي تمثال من أعلى إلى أسفل، يعني نبدأ بالقمة فوق ونصل إلى الأقدام. طيب هنا بالنسبة لنا العيون كده باصة، بص كده في وضعية سكون، يعني كده زي الوقار، يعني زي التأمل، زي هو كده بيبص على المعبود رع. وهنا في النص هو اهو، احنا ليه هنبعد الكلام، راح ورختي في النص اهو، حتى اسمه تجسيدا أوسر ماعد رع، هتلاقي اسمه مجسد في التمثال اللي في النص. بص كده هقربه لك حضرتك، كده في النص كده أوسر ماعد رع، ماشي. ده راحة ورختي، وهتلاقي من ناحيتين رمسيس بيتعبد وبيقدم اسمه كقربان، اسمه هو، يعني في أغلى من اسم، بيقدم اسمه كقربان للمعبود إله الشمس راح ورختي. طبعا هنا برأس صقر. أيوة، احنا قلنا قبل كده 21 معبود عند الفراعنة برأس صقر. طبعا هنا اسم، زي ما قلنا، اسم رمسيس الثاني على الأكتاف كنشان، كحاجة شرفية له. طبعا حاجة بيشرف باسمه، والاسم الميلاد واسم التتويج. العيلة بتاعته على حجم أصغر طبعا، لأنه هو جالس كده، والابتسامة الخفيفة تدل على على القوة، على السيطرة لما بيبتسم. لكن لو كان في تماثيل عندنا في الدولة الوسطى، يعني لو رحت متحف الأقصر هتلاقي بعض التماثيل ترجع للدولة الوسطى، تلاقي مكشر كده زعلان، لأنه بينعكس إيد الفنان، بيتعكس على الصنعة بتاعته، بيوري لي إنه الملك زعلان. لكن هنا الملك مبسوط، يعني مبتسم، يعني
كقوة عسكرية، كقوة اقتصادية. وبالنسبة للتماثيل الصغيرة زي ما قلنا، التمثال اللي بين رجليه ده ابنه. وقبل كده أنا قلت إنه كان يحطوا الديل ما بين الرجلين في ديل. الديل رمز القوة، سواء قوة الثور أو قوة الأسد. لكن هنا مكان الديل الابن، ماشي. الابن ده بالحالة دي هو سنده، يعني زي ايه، هو قوته مكان الديل. يعني حضرتك لما تروح اي متحف وفي تماثيل تلاقي في ديل ما بين القدمين، الديل ده رمز القوة. هنا الابن رمز القوة، رمز السند. كل سنة وانتم طيبين. ودي كانت هدية بسيطة مجملة من أبو السنابل، أبو السنبل. وإلى منشور قادم إن شاء الله. لكم جميعا كل التقدير والتحية من الفقير لله جمال سعد. شكرا جزيلا.